ونجوم الفن والابداع. معانا كوتش هدير الوكيل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كلمينا يا فندم عن التحضير الحفله بتاعت حضرتك وعن الشغل المحترم بتاع حضرتك يا فندم. والله احنا بقالنا يعني كتير جدا بنحضر للحفله دي. يعني احنا بنبتدي دايما من اول السيزون بيبتدي عندنا تقريبا من شهر 9. بنبتدي نحضر للحفله اللي هي كل بتاعه سنة. مظبوط، اللي هي الحفله السنويه بتاعتنا. فطبعا بنيجي في الاخر بنكثف، بنبتدي ان احنا نكثف. بنشتغل، بنبتدي ان احنا نصمم الاول، نوصل لفكره العرض. بعدين من فكره العرض بنبتدي ان احنا نشوف طب هنعمل السيناريو ازاي، هندخل ايه، انواع الرقصات ايه. فاحنا الاساسي عندنا بندخل باليه طبعا اللي هو الكلاسيك والرقص المعاصر، ولو في امكانيه ان احنا ندخل حاجات تانية بندخل. يعني احنا السنه دي دخلنا رقص تانجو وفلامينكو اللي هي في اسبانيش. بس بصراحه الحمد لله يعني البنات كمان معانا عامله مجهود هايل جدا، وان شاء الله يا رب العرض يطلع كويس ويعجب الناس. طبعا يا فندم الحفله ان شاء الله السنه دي غير السنه اللي فاتت، بتبقى فيه اضافات قويه. اكيد مظبوط. بيبقى في اضافات من ناحيه ان احنا بنتعلم الاخطاء اللي احنا عملناها. يعني بنحاول ان احنا نتفاداها، ايه اللي ما عملناهوش السنه اللي فاتت. ومثلا يعني ايه، انا عارفه ان حاجه زي دي الجمهور مش بياخد باله منها قوي، بس انا ببقى شايفاها اكتر. فايه اللي ممكن اضيفه للعرض بحيث ان انا يطلع بالنسبه لي يعني بروفيشنال، ما فيهوش غلطه، سواء بقى في التدريب او في تكنيك الرقصات نفسها، في تصميم الرقصات عموما، في حاجات ليها علاقه بالاخراج، الاضاءه، الكلام ده كله. طب جمهورك العزيز بقى عاوزين يعرفوا مين هدير الوكيل. نبذه صغيره عن شخصيتك. اوكي، انا درست باليه من زمان، من وانا صغيره. ولما كبرت ابتديت ان انا اشتغل مدربه. الاول اشتغلت مدربه في المركز الثقافي الروسي 10 سنين، قعدت 10 سنين. بعد كده ابتديت ان انا يعني خلال وانا هناك حبيت ان انا اطور من نفسي، ان المعرفه بتاعتي ما بتبقاش مقتصره على المعرفه اللي انا عارفاها. فابتديت ان انا اسافر وادرس بره. عملت دبلومه دوليه في انجلترا، وبقيت كمان معايا شهاده من كندا ان انا مدربه باليه ورقص معاصر. طبعا كفاحتي، يعني هي مش جدا، مش ما طلعتيش لوحدك، لا جدا. عانيتي وكافحتي في ده حقيقي، في الحاجه في الدراسه بتاعت حضرتك. ده حقيقي فعلا بجد. يعني الموضوع ما كانش سهل ابدا، واجهتني صعوبات كتير واحباطات وناس بتكسر مقاديفي، وعلى ايه كل ده، وعلى ايه الصرف ده كله، وعلى ايه دي بتعملي كل ده. بس انا لا خالص، يعني فضلت ولا ورا هدفي وحلمي لحد ما الحمد لله حققته يعني. طب يا فندم، لو في شخصيه ولا عندها ابداع فني وعندها رأس الباليه، تيجي لمين او مش عارفه توصل، تقولي لها ايه؟ ان هي نفسها تتعلم يعني. والله اقول لها ان هي تبتدي في الامكانيات، في حدود الامكانيات اللي هي تقدر عليها طبعا الاول. ومن هنا بقى تبتدي ان هي توصل، تبتدي ان هي دلوقتي كمان عندنا السوشيال ميديا والانترنت بيساعد جدا الناس ان هي تعمل سيرش، تدخل على اليوتيوب، تشوف مثلا كورسز او كلاسز، في كلاسز تبقى اونلاين فور فري. كل ده انا مريت بيه، فالدنيا دلوقتي اسهل بكتير كمان من زمان. فهي واحده واحده كده وان شاء الله هتوصل يعني. بالتوفيق والنجاح دايما يا فندم. كوتش هدير، كلمينا يا فندم على العرض وعن العرض بتاع السنه اللي فاتت، وايه الاختلاف بتاع السنه دي؟ احنا عرض السنه اللي فاتت كنا عاملينه في مكتبه اسكندريه القاعه الكبرى. كان عاملين هاري بوتر. وكانت بطله العرض مريم الوكيل اختي، وهي مدربه برضو معايا. فالسنه دي بقى عاملين مسلسل وينزداي ادمز، برضو مريم بطله العرض. في اختلاف ان السنه اللي فاتت كان داخل معانا بيتر، ده من المجر مش مصري. السنه دي هو مش مشارك معانا. لا مش مشارك. ولا مفيش حد تاني، البنات بس بقى. بتوعنا بس. بس السنه اللي فاتت كان باليه ورقص معاصر، كان في جاز، كان في اكروباتيك. السنه دي باليه، رقص معاصر، تانجو، فلامينكو، واكروباتيك برضه. فندم خطوه جميله لما السنه اللي فاتت المدرب كان موجود، والسنه دي طبعا الشخصيات بتاعت حضراتكم اللي هيقودوا الحفله، حاجه جميله فعلا يا فندم.
اختلاف جميل. ده حقيقي. لان السنه دي كمان انا بصراحه يعني انا شايفه قد ايه كمان البنات بذلوا مجهود جامد قوي، يعني غير السنه اللي فاتت. لا انا شايفه اختلاف في ادائهم، وعملتوا توصلوا في ثقتهم في يعني انتوا كلكم نفسهم، مع ده بعض حقيقي. ووصلتوا. ده حقيقي، يعني انا بشد عليهم وبيتضايقوا مني يعني وقت التمرين، بس لا الحمد لله كل ده هم عارفين فايدته ايه بعد كده يعني. كل التحيه وكل التقدير لحضرتك. ميرسي جدا، شكرا لحضرتك.